شفت الشاب ده بيقول لك ايه اللي بيحصل معاه من شركة ويه؟ شوف كده. يا جدعان شركه ويب تسرقنا، وانا مش اول واحد يطلع يتكلم عن الموضوع ده، بس انا بعد ما شفت كام فيديو وشفت اللي بيحصل معايا قلت اركز. الشهر اللي فات شحنت النت وقعدت في البيت تقريبا سكه 5 6 ايام بعد ما شحنت وسافرت. وانا مسافر بشيل فيشه الراوتر وما بيبقاش في حد في البيت، وكده كده الراوتر بتاعي لوحدي، يعني ما حدش بيستخدم الراوتر معايا غيري انا لوحدي بس. شلت الفيشه وسافرت، قعدت تقريبا سكه ال 10 ايام وانا مسافر تجي لي رساله كده تم استهلاك 80% من النت المنزلي. اللي هو ايه ده؟ وانا كده كده قافل اوضتي بالمفتاح والراوتر جوه ومحدش بيشغله، وانا عارف ان محدش بيدخل عشان محدش معاه مفتاح اوضتي غيري. يعني انا مثلا ممكن اقول لكم حد بيخش الاوضه من ورايا وبيشغل، مفيش الكلام ده. احنا 3 شقق في البيت، كل شقه ليها راوتر لوحدها، تمام؟ استهلك 80% والفيشه متشاله. قلت يا عم مش مهم. رجعت الشويه اللي فاضلين قعدوا معايا تقريبا يومين ولا 3، جيت جددت النت يوم الجمعه، وامبارح شلت فيشه الراوتر بمزاجي بقى وانا قاعد اشيل الفيشه طول اليوم واسيب الراوتر مش شغال، الاقي اللي باين قدامي زي ما انتم شايفين 112 جيجا من 140. يعني انا استهلكت 28 جيجا يوم السبت وانا مجدد الجمعه اخر النهار اصلا. ايه بقى؟ انا شايل الفيشه. النت ده بيروح فين؟ بيتبخر فين؟ ده بيروح فين يا جدعان؟ بجد شركه زي دي هتفضل تعمل اللي بتعمله لحد ما كلنا ناخد نفس الخطوه. ودي بالنسبه لي مخاطره كبيره ان انا انقل من شركه زي وي المفروض ان هي الام في مصر واروح لشركه تاني عشان شغلي وحياتي كلها على النت. يعني انا واحد بيستخدم النت بشكل يومي، بس اللي بيحصل ده مش كويس. اللي بيحصل ده سرقه علني، الناس كلها بتتسرق. يا جدعان ركزوا، اي حد مشترك في نت وي يشوف النت بيتسحب ازاي والراوتر مش شغال. بجد الموضوع باين قوي ومش طبيعي. واي حد حصل معاه موقف من الشركه دي يحكي لي في الكومنتات عشان اطلع اتكلم تاني وتالت، عشان بجد الواحد مش طبيعي ان انا اجدد النت في الشهر 4 مرات مثلا. 4 مرات يعني ما بيكملوش معايا 10 ايام. 140 جيجا ما بيكملوش 10 ايام وانا ما بعملش حاجه. انا نص اليوم بره او اكتر من نص اليوم بره وفاتح داتا، ما بستخدمش الراوتر. ما هو انت اللي غلطان. هو انت ما تعرفش ان الشهر بتاع ويه 15 مش 30؟ علشان كده زعلان ومش واخد بالك. انا عشان عارف كده ما بقتش استغرب لما الباقه تخلص عند 12 او 13 يوم. بعتبره انجاز طبعا لانها قربت من الشهر بتاع ويه اللي هو 15 يوم. زي ما قلت لك قبل كده، احسبها زيي وانت هترتاح ومش هتشغل دماغك. ابعتها لي.